السلام عليكم. اليوم تعلمكم على طريقتين سهلتين لمعرفة جنس الجنين بدون الحاجة لصورة صوتية. أول طريقة بتتطلب نصف كوب من بول المرأة الحامل، منضيف له ملعقة طاولة من بيكربونات الصودا. إذا عمل فقاقيع ورغوة شبيهة برغوة وفقاقيع المشروبات الغازية بيكون المولود ذكر. أما إذا ما عمل أي تفاعل بيكون أنثى. طبعا أنا هون ما استخدمت بول، استخدمت تركيبة كيميائية مع تلوين حتى استعرض لكم كيف بيكون منظر التفاعل في حال جربتوا الطريقة بأنفسكم. وطبعا البول ما حيتفاعل بهالطريقة القوية لأنه تركيبة كيميائية عطى تفاعل زائد عن اللزوم، بس بيعطي شيء شبيه بس على أخف من هيك بيكون ذكر. الطريقة الثانية بتتطلب نصف كوب من، هون ما اضطرينا نحرك لأنه كتير تفاعل، نصف كوب من مغلي الملفوف البنفسجي. بنفرم قطعة من الملفوف البنفسجي بشكل ناعم مثل هيدا، وبنغليهم تقريبا 10 دقائق. لما يبردوا بنضيف لهم نصف كوب من بول المرأة الحامل. إذا ما صار تغير باللون مثل الحال هلأ بيكون المولود أنثى. أما إذا تغير إلى زهري على أحمر بيكون المولود ذكر. ملاحظة بخصوص بول المرأة لازم يكون طازج ومش مخزن من يوم سابق حتى تحصلوا على نتيجة دقيقة. وبنصحكم تجربوا الطريقتين، ما في خسارة، ومهما كانت النتيجة لازم تاخدوها بروح رياضية لأنه كل شيء بيجي من الخالق نعمة لازم نحمد عليها بكل وقت. بتمنى هالحلقة تكون عجبتكم، بتمنى توزعوها لمعارفكم عبر البريد الإلكتروني أو تنشروها على صفحات التواصل الاجتماعي. بإمكانكم مشاهدة المزيد على الرابط أسفل هالشريط أو التفتيش في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة. وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.